اكتر فيديو مطلوب من سلسله الترشيحات، وهو احسن الموتوسيكلات للشغل والشباب في نفس الوقت، اللي هي يكون حاجه شكلها كويس وفي نفس الوقت تكون عمليه ان انا انزل اشتغل بيه. وزي ما اتعودنا اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو ينتشر بشكل اكبر. وانا معاذ سعد دي قناه موتور، وخلينا نخش في الفيديو على طول. قبل ما ابدا في محتوى الفيديو خلينا متفقين على حاجه مهمه جدا جدا انت لازم تحطها في دماغك. اي موتوسيكل تحت ال 250 سي سي هيكون مناسب للشغل وتقدر ان انت تشتريه. مش شرط ان انا اكون جبت سيرته النهارده، بس لو في حاجه انت عينك عليها تقدر تشتريها وتشتغل بيها. بس بقى قصه ان هو انسب للشغل اكتر من التاني دي هي اللي بتفرق. ممكن يكون موتوسيكل لازم تبريد ميه، في اوبشنز كتير جدا زي موتوسيكلات الزونتس من الموتوسيكلات المميزه جدا في السوق المصري، بس يعني مش افضل حاجه للشغل. ممكن تجيبه وتشتغل بيه عادي براحتك، بس انت اللي بتتحمل المصاريف الزياده. كل ما قلت المصاريف كل ما كان الموضوع افضل شويه في قصه الشغل. فلو انت بتفضل الشكل شويه او الاوبشنز شويه عادي مفيش اي مشكله. احنا شباب يعني مش شرط يكون فلوس اهم حاجه، تحقيق رغبتك الشخصيه بيبقى ليه برده جانب مهم جدا. وخلينا نتكلم عن اول موتوسيكل معانا وهو البينيلي في ال ام. الموتوسيكل ده من اساطير الموتوسيكلات اللي موجوده في مصر، من اقدم الموتوسيكلات اللي موجوده. كان بينزل منه في ال ام ليميتد، كان بينزل بامكانيات اقوى من اللي بينزل دلوقتي، بس ما اعرفش بقاش ينزل ليه. لكن ما زال بينيلي في ال ام هو من اكتر الموتوسيكلات العمليه، من اكتر من الشكل شويه، في حته ان انت عايز تشتري موتوسيكل اعتمادي ومن شركه محترمه في نفس الوقت يكون شكله كويس. الموتوسيكل 200 سي سي بينزل بفرامل باكن امامي وخلفي، وبينزل معاه كمان سربنتينه زيت بتساعد ان الموتور يعيش عمر اطول معاك. ومن اكتر الحاجات المميزه في الموتوسيكل ده ان هو بينزل بمساعدين مقلوبه، فبيديك الديزاين كويس على الطريق. الموتوسيكل ده التوب سبيد بتاعته 115 120 بالكتير قوي، يعني صعب قوي جايبها معاك. من اكتر الحاجات اللي بتخلي الموتوسيكل ده عملي شويه ان هو الكنبه اللي ورا بتاعته مسطره. وعشان نبقى متفقين من اكتر الموتوسيكلات اللي هتكون عمليه معانا النهارده اللي هي بتكون الكنبه بتاعته من ورا طويله شويه، بحيث ان انت لو عايز تشتغل بقى اكتر من حاجه، مندوب شحن هيمشي معاك، توصيل طلبات في شركات التوصيل هيمشي معاك، توصيل افراد هيمشي معاك، كل ده هيمشي معاك. في بعض الموتوسيكلات اللي هنجيب سيرتها هتكون مناسبه معاك مثلا في توصيل افراد بس وتوصيل طلبات بس، ممكن هتبقى موتوسيكلات مناسبه في توصيل طلبات بس، واحنا برضو نتكلم هنفهم مع بعض. اما بالنسبه لتوفر قطع غيره في الفي ال ام، الموتوسيكلات القديمه جدا في السوق، فاكيد هتلاقي القطع الغيار بتاعته متوفره بشكل كبير. فانت لو بتفكر في حاجه تكون عمليه جدا على حساب الشكل شويه، فالبينيلي في ال ام يعتبر من افضل الخيارات اللي موجوده في السوق. ومن هنا هنروح للموتوسيكل رقم 2، وهو من الموتوسيكلات الجديده شويه، ومن الحاجات الجديده انا ببقى متخوف شويه ان اتكلم عليها، بس لولا ان هو من شركه تي في اس، وشركه تي في اس بتقدم لنا موتوسيكلات كويسه في السوق المصري، وهو الار تي ار 160 سي سي الجديد 2 صباب غير الاربعه صباب. الموتوسيكل ده الصراحه انا شايفه من الموتوسيكلات اللي نازله في مكانها كويس جدا كقيمه مقابل سعر وكامكانيات. موتوسيكل 2 صباب زي بقيه الموتوسيكلات اللي موجوده في الفئه بتاعته، ولكن من شركه هنديه في الخامات بتاعته كويسه. القطع الغيار بتاعته الاستهلاكيه هتلاقيها موجوده في الشركه، بعيدا عن الحاجات اللي ساعات بتبقى ناقصه. ان جالي كومنتات كتير في الفيديوهات اللي فاتت ان شركه تي في اس قطع الغيار بتاعتها متوفره، ولكن بعض الحاجات بتبقى ناقصه. فاتمنى ان الشركه تهتم بحاجه زي كده، ان دي من الحاجات الجامده جدا الناس بتهتم فيها. واحد ممكن يكون عطلان على قطعه غيار مهمه جدا ومش لاقيها، فدي من الحاجات اللي بتعطل. المهم نرجع لموضوعنا. الار تي ار 160 2 في من الموتوسيكلات اللي انا شايفها الصراحه مميز جدا جدا في الحته اللي احنا بنتكلم عليها. شكله يعتبر شبابي وجميل، وفي نفس الوقت الكاميرا بتاعته طويله، مناسب جدا انك تشتغل عليه. توصيل افراد، مندوب شحن يتحمل عليك حاجات قد كده، توصيل طلبات هيكون مناسب لكل الشغلانات، وكمان هيكون موفر في البنزين شويه، ممكن يمشي معاك مثلا 40 كيلو في اللتر الواحد. يعني هيكون من الخيارات المميزه جدا في حته ان هو يكون شكله حلو وعملي بشكل كبير. طبعا الموتوسيكل ده انا ما جربتوش على الطريق، واللي جربوه على الطريق مش كتير، بس على حسب ظني ان هو مش هيعدي التوب سبيد بتاعته 120 125 كيلو بالكتير. والموتوسيكل ده نازل بماستر فرامل الامامي باكم والفرامل الخلفي تيل. دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ انا شايف ان هي حاجه عاديه، ولا هي حلوه ولا وحشه، ولكن دي من الحاجات اللي بتقلل من السعر بتاع الموتوسيكل شويه عشان يكون مناسب لمعظم الناس ان هو يقدر يشتريه. ممكن حد يجي في الكومنتات يقول لي هل تي في اس الاربعه صباب بقى ممكن اجيبه واشتغل بيه؟ اقول لك عادي جدا مفيش اي مشكله، ممكن تجيبه وتشتغل بيه. طيب الموتوسيكلين دول احنا اتكلمنا ان هم عمليين اكتر من ان هم مميزين في الشكل. عايزين بقى نتكلم عن موتوسيكل يكون شكله مميز شويه. هنا هنتكلم عن الموتوسيكل رقم 3 وهو البينيلي تي ان تي 150 سي سي. الموتوسيكل ده من اجمل الموتوسيكلات اللي نزلت في مصر، من اول شكله مميز والشاسيه الانبوبي الخارجي. وكمان الموتوسيكل ده فيه كام ميزه كده جميله جدا، وهو مثلا اللي عندك مساعدين الاماميه مقلوبه بتديك توازن على الطريق مش طبيعي بالنسبه لحجم الموتوسيكل، ان هو حجمه صغير شويه. وكمان الموتوسيكل ده بينزل بفرامل سي بي اس، ويعتبر هو الموتوسيكل الوحيد في الفئه بتاعته اللي بينزل بالفرامل دي. في موتوسيكلات زونتس بتنزل بفرامل اي بي اس، في موتوسيكلات بقى الموتوسيكلات كلها يعتبر بتنزل بفرامل باكم عاديه. وعن تجربه الفرامل في الموتوسيكل ده جميله جدا، بتريحك بقى لما تيجي تستخدم فرامل الاماميه ولا حاجه، مش محتاج تحط رجلك على الفرامل الخلفي كتير، فعشان الفرامل بتتوزع قدام وورا فبتبقى الموضوع سهل شويه، مش بيخليك تقع بسهوله وكده. شباب كتير طبعا بتحب تجيب الموتوسيكل ده وتعمله بقى تعديلات جميله، ان هو يركب له علبه شكمان، يعمل له ستيكر، يعمل له حاجات كتير بقى ممكن تعمل في الموتوسيكل ده بتكون شكلها حلو. وكمان ممكن تشتغل بيه، بيكون مميز في حته استهلاك البنزين. ولكن من عيوب الموتوسيكل ده في حته الشغل ان هو مش بيبقى الطف حاجه بقى في توصيل افراد وكده، مش عشان الفرد اللي وراك مش هيعرف
يعرف يركب، لكن عشان الموتوسيكل نفسه البستن بتاعه صغير فممكن يجيب منك عمره بسهوله من كتر التحميل عليه وهكذا. الافضل ان انت تشتغل الموتوسيكل ده توصيل طلبات، او ان انت تشتغل مثلا في صيدليه والحاجات البسيطه دي في زون صغير، بلاش انت تقطع بيه مسافات طويله. يعني من الاخر يفضل ان انت تكون حنين على الموتوسيكل ده في استخدامك ليه اكتر من الموتوسيكلات اللي اتكلمنا عليها من شويه، ممكن ان هي تكون حماله اساسيه اكتر من الموتوسيكل ده. اما بالنسبه للتوب سبيد بتاعت تي 150 فهو بيجيب توب سبيد كويسه، ممكن يوصل معاك لسرعه 130 كم في الساعه، من 125 ل 130 كم في الساعه. فده بالنسبه للموتور 150 سي سي بس، ده سرعه ممتازه. وقبل ما اكمل كلام في نقطه عايز اتكلم عليها بيجي لي عليها بعض التعليقات، وان انا بحس ان انا برغي شويه بالبلدي كده، ان انا برغي شويه في الفيديوهات بتاعتي، ولكن انا في ناس اكتر بقى من التعليقات دي بتهتم بالتفاصيل اللي انا بتكلم عليها، فانا بعتذر على شويه الرغي اللي ممكن تكون انت متضايق منهم، لكن في ناس كتير جدا بتهتم بالتفاصيل دي وهتفرق لو انت فعلا عايز تاخد قرار انك تشتري موتوسيكل. فانا اسف للاسلوب ده من الفيديو، ان بيكون في بعض التفاصيل بنرغي فيها، ولكن ده الاهم، والاهم ان احنا نوصل المعلومه بشكل كامل وصحيح. خلينا نروح للموتوسيكل رقم 4، وهو الصراحه مجموعه موتوسيكلات بيفرق ما بينهم من وجهه نظري موضوع استهلاك البنزين وعدد السي سي. عندك مثلا الهوجن اف 250 اشهرهم، وكمان معانا الهوجن ال 250، وعندنا الفيجوري 200 اف، وعندنا الفيجوري في ار 200 سي سي اللي فيه منه 200 وفي منه 300. مجموعه الموتوسيكلات دي انا من شايف من وجهه نظري ما يفرقش ما بينهم ما بين بعض غير بس السي سي والشكل. اكيد طبعا في تفاصيل تانية كتير بتفرق، مثلا علب الشكمان بتفرق شويه، القعده بتاعت الموتوسيكل بتفرق شويه، الحاجات دي ممكن بقى انت تخش على مراجعات الموتوسيكلات دي كلها موجوده على القناه عندي، تفصص انت واحده واحده. اكيد لو انت عندك قرار شراء ان انت عايز تشتري خلاص موتوسيكل، ممكن تخش تشوف بقى التفاصيل ما بين كل موتوسيكل والتاني. ولكن انا بتكلم في حته استهلاك البنزين. موتوسيكلات ال 250 سي سي الصيني استهلاك البنزين بتاعها عالي نسبيا، ممكن يوصل معاك مثلا ل 35 كيلو في اللتر، 33 كيلو في اللتر، فدي حاجه تعتبر عاليه شويه بالنسبه للموتوسيكلات اللي بتمشي 40 كيلو في اللتر وهكذا. على مدار الشهر بتلاقي ان انت بتدفع فلوس اكتر في الموتوسيكلات ال 250 سي سي. اما بالنسبه للتوب سبيد وكده، فعندك الموتوسيكلات ال 250 بتوصل لغايه سرعه 135 كم في الساعه، ال 200 سي سي زي الفيجور ال 200 بيوصل معاك لغايه سرعه 120 كم في الساعه. الموتوسيكلات دي كلها مميزه كشكل، انت بتختار الشكل الانسب ليك، وهتكون مناسبه اكتر في شغل توصيل الطلبات، الزون الصغيره، توصيل الحاجات البسيطه، مش افضل حاجه كمندوب شحن، وهتكون كويسه برده في توصيل الافراد. ولكن عينك على استهلاك البنزين، لو انت 250 سي سي وبتوصل افراد وبتمشي في زحمه، يعني قول يا رحمن الرحيم على التانك بتاع البنزين هيخلص معاك في مفيش. لكن بشكل عام الموتوسيكلات دي مناسبه لمعظم الشباب، جامعه، خروجات، سفريات، معظم السفريات المتوسطه. الموتوسيكلات دي هتسد معاك عادي جدا، مفيش اي مشكله، 200 300 كيلو. ولو انت عايز تعمل زينا وتسافر 700 800 كيلو بس تعمل احتياطاتك طبعا، اتوكل على الله، مفيش اي مشكله برده، بس طبعا يعني ايه، حاول تظبط الدنيا على قد ما تقدر. خلينا نروح للموتوسيكل رقم 5، وانا مش عارف ليه كنت المفروض الموتوسيكل ده يعني احط رقم 2 ولا حاجه، بس يعني اتلخبطت وانا بتكلم في الفيديو كده. وهي موتوسيكلات بينيلي برده، وعندك الفي ال ار وفي ال اكس، فرق شاسع بين الاثنين، فخلينا نتكلم عن كل واحد لوحده. نتكلم عن الفي ال ار الاول، والخامات بتاعته كويسه جدا، قطع الغيار بتاعته متوفره، لانه هو الموتوسيكلات القديمه اللي موجوده في السوق المصري. موتوسيكل بقى يعني بيجمع شويه بين الشكل الحلو، يعتبر هو الوسيط، يعني شكله مش حلو قوي، هو شكله حلو وسط كده، وفي نفس الوقت برده نفس الكلام في حته الشغل وسط كده. يعني موتوسيكلات بينيلي في ال ار ال 150 سي سي هيكون كويس جدا معاك كاستهلاك البنزين بقى، توصيل افراد، وممكن تشتغل بيه مندوب شحن، ممكن تشتغل بيه توصيل طلبات، ممكن تشتغل بيه كل حاجه، لكن هو مش هيديك افضل تجربه من الحته دي، هو وسيط كده، فاهم يعني؟ يا رب تكون فاهم قصدي. موتوسيكلات بينيلي عموما بتتميز بادائها الناعم، ما عدا البينيلي في ال ام الموتور بتاعه تحس ان هو خشن شويه، لكن في ال ار صوته ناعم، بينيلي في ال اكس صوته ناعم، التي ان تي 150 سي سي مفيش انعم من كده في الدنيا. طبعا الفي ال ار بينزل منه 150 و200 سي سي على حسب رغبتك انت، عايز تاخد سرعه اكتر، عايز تاخد سحب اقوى شويه، تروح ل 200 سي سي. اما بقى بالنسبه لبينيلي في ال اكس، من الموتوسيكلات المميزه جدا وجميله جدا، ولغايه دلوقتي مفيش موتوسيكل عارف يغطي عليه على الجوده اللي بيقدمها. موتوسيكل تريلا بيعجب فئه معينه كده من الشباب بتحب الموتوسيكل ده، وانا الصراحه بحب الموتوسيكل ده، من اول بقى صوته الناعم، مساعدين الامام مقلوبه، فرامل الباك امامي وخلفي، موتوسيكل تحس ان هو كده عالي على الارض، الجنط بتاعه كبير، والفرده الخلفيه بتاعته تقريبا 140 او 150، فعرضها كويس كده، بيديك هيبه كده وانت ماشي على الطريق. ممكن تشتغل بيه بقى توصيل افراد عادي مفيش مشكله، اللي راكب وراك هيحس ان هو راكب حاجه مختلفه شويه. ممكن تشتغل بيه مندوب شحن، عندك الكنبه اللي ورا طويله كده وتشيل معاك عادي جدا، ممكن برضه تشتغل بيه في توصيل الطلبات. الموتوسيكل ده بيوصل معاك لسرعه 120 كم في الساعه، مش بيجيب توب سبيد عاليه قوي، واستهلاك البنزين بتاعه من 37 ل 33 كيلو في اللتر، يعني في المتوسط برضه. ولكن الموتوسيكل ده كباكج كده انا بحبه، والخامات بتاعته محترمه جدا جدا جدا. يعني الموتوسيكلات القليله اللي نزلت في السوق ممكن تلاقي منه حاجه 2019 ببعض التعديلات اللي بتتعمل عليه، ولو صاحبه محافظ عليه شويه تحس ان هو لغايه 2024 بحالته وبصحته وشكله جميل، ومش هتحس ان هو قديم ولا باين عليه اي حاجه. فكده بس يعتبر
خلصت معظم الموتوسيكلات اللي ممكن نتكلم عليها، واستنى الفيديو الجاي بتاع افضل 5 موتوسيكلات للسفر في مصر. كان معاكم معاذ سعد ودي قناه موتور. اشوفكم فيديو جديد يا رجاله، سلام.